اتولد في حي الدقي بالجيزة سنة 1963 لعيلة فنية. جدته كانت فنانة كبيرة شاركت تقريبا في أغلب أفلام الخمسينات. اتربى ببيت جدته بشبرا. عامر منيب كان متعود يروح المسرح معاها عشان يشوفها وهي بتمثل. اتوفت جدته ماري منيب وهو سنه 6 سنين. اتخرج من كلية التجارة سنة 1985 وتعين معيد، وكان بيقضي وقته الفاضي في الغنى. بعدها بسنتين جات له فرصة إنه يسافر يعمل الدكتوراه في استراليا، ولكنه ما كانش عارف إن حياته كلها هتتغير. قبل سفره كان مع أصحابه بيودعه، وتصادف وقتها وجود فنانين مهمة زي محمود ياسين ونور الشريف والموسيقار حلمي بكر. وبعد إلحاح من زمايله إنه يغني، اتفاجئ الجميع بصوته اللي عجبهم جدا وطلبوا منه إنه يقعد معاهم. وكانت مفاجأة بالنسبة لهم لما اكتشفوا إنه حفيد الفنانة الكبيرة ماري منيب، وشجعوا حلمي بكر إنه يفضل في مصر وينمي موهبته بالدراسة. وفعلا ما سافرش عامر منيب وتعلم المقامات الموسيقية، باع عربيته واستلف من صحابه عشان ينتج لنفسه أول ألبوم باسم لمحي سنة 1990. جاله عروض بعدها من شركات الإنتاج، وعمل بعدها ألبومات كتير ناجحة زي أيام وليالي، وأفلام زي الغواص وكامل الأوصاف. اتوفى صباح يوم السبت 26 نوفمبر سنة 2011 بعد صراع طويل مع مرض السرطان. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.